السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا النهاردة أنا طالع الحلقة بعد انتهاء مجلس إدارة نادي الزمالك من الاجتماع بتاعه واتخاذ القرار التاريخي اللي خده إن هو مش هيلعب ماتش الأهلي ومش هيكمل الدوري غير لما يحققوا الشروط اللي هو طالبها. قرار أعتبره إن هو قرار قوي، قرار تاريخي، بيجيب حق نادي الزمالك اللي ضايع من زمان. قبل ما نتكلم في تفاصيل القرار والأحداث، أنا هتكلم بس على السريع كده على ماتش الزمالك وفاركو. فنيا الماتش تحس إنه روتيني. الزمالك خلاص هيكمل ماتشات الدوري لو كملها، يعني أو الدوري ده لو كمل أو الزمالك كمل في الدوري. إن هو ماتشات روتينية بقى، هو خلاص المنافسة بقت صعبة. بيراميدز ما شاء الله ماشي كويس. أتمناها إن شاء الله بيراميدز يحقق بطولات، تبقى بطولة غالية لنادي بيراميدز. احنا يعني الزمالك بيحب يشوف الكرة الكويسة. جمهور الزمالك بيدي الحق لحقه. احنا شايفين ان احق السنة دي هو بيراميدز باستقراره بلاعيبته بالمدير الفني اللي معاه كده هو. بس في ناس تانية طبعا هتحارب بيراميدز بعد ما يخلصوا على موضوع الزمالك، هتشوفوا بقى موضوع بيراميدز ده ازاي منطلق مع نفسه، وهيبداوا ايه يشوفوا له عراقيل كتير قوي. يعني شفنا رمضان صبحي، شفنا الشيبي والدنيا يعني. فماتش الزمالك وفاركو ده كان ماتش روتيني. جوميز كان بيجرب فكر جديد، أداء جديد، لعيبة جديدة. أنا بقى كنت أتمنى بس نشوف مجموعة بتاعت 2003 اللي هم هتبقى آخر سنة ليها مع الزمالك. أجرب منهم كام لاعب كده ممكن يكمل معايا السنة الجاية، ممكن أطلعه إعارة أستفيد منه بعد كده. شفنا محمد السيد، شفت عمار ياسر ابن بلدي ابن السويس. اجرب بقى ايه، اشوف ناشئين معايا، اشوف محمد عاطف اقيمه زي كمال بدأ، اشوفه وابدا اقيمه. بدأ يظهر بمظهر كويس. ابدا بقى اشوف بقى عناصر جديده الفتره اللي جايه ديت. خلاص بقى انت بالنسبه لك دوري ده انت اكنك بتعمل معسكر ماتشات وديه. اشوف بقى ايه اللي نافع معايا واللي مش نافع معايا. نقطة تانية دلوقتي هتكلم برضك فيها على السريع. انت طبعا جوميز بيلعب بالنظام اللي هو هجمة منظمة بيلد اب من ورا لقدام. بقت في نقطة ضعف عندنا جامدة قوي، ان حسام عبد المجيد اللعيبة كلها او الفرقة اللي قصادنا كلها بقت بتستغل ضعف حسام عبد المجيد في طلوع بالكورة او الباصات او استلام الكورة. بقالنا 3 ماتشات من سيراميكا كليوباترا المصري فاركو، الكورة بتروح حسام عبد المجيد بتلاقي ضغط عالي على حسام عبد المجيد، بيغلطوه بيوتروه بيقطعوا منه الكور يعني في مشاكل عند حسام مجيد في استلام وطلوع بالكورة. يا حسام مجيد يبدأ يشوف نفسه ويطور من نفسه ويشتغل على نفسه. يا جوميز يشوف بقى يقف معاه وقفة. اما بقى اجرب بقى ناس مساكن من تحت، اشوف الدنيا مع ايه الناشئين اللي عندي، ايه الدنيا اللي ماشيه معاهم. كنت اتمنى اشوف باك شمال مكان فتوح عمر جاب يلعب في مكانه. يعني اتمنى الفتره الجايه دي لو الامور مشيت مع الزمالك ما بيحب وهيكمل في الدوري، ابدا اشتغل على الناشئين بتوعي وعلى الصفقات اللي انا جبتها، اللي انا شايف ان في معظمها ما اعتقدش ان هو هيكمل مع الزمالك. بس اشوف في الملعب الجمهور يقيم برضك عشان لما تمشيه يبقى الجمهور ما يحاسبكش او الناس ما تحاسبكش ان انت مشيت لاعب من غير ما تجربه. نرجع بقى لموضوعنا بقى ايه القرار التاريخي اللي خده نادي الزمالك. انا من وجهة نظري هو قرار متأخر جدا، من سنين، مش الموسم ده، من سنين. من اللي بيحصل بالعك اللي بيحصل في الدوري المصري، من المجاملات اللي بتحصل في الدوري المصري، من الكوارث اللي بتحصل في الدوري المصري لصالح نادي معين. والسنه دي احنا اتاخرنا برضك كتير. انت مع نهايه الدور الاولاني او مثلا خلاص انت رجعنا لماتشات الدوري التاني، كنت تقف صمم. كنت اتمنى ان بيراميدز يقف وكمان مع الزمالك لان بيراميدز منافس مرشح الاول دلوقتي لبطوله الدوري. كان يقفوا لا احنا عايزين الماتشات الدوري تتلعب بالتسلسل الطبيعي بتاعها، بالترتيب اللي موجود من اول الدوري. طب واحنا بنشوف، بتكلم معاكم انا هنزل لكم جدول الدوري اتحط من اول ما اتعملت القرعه في بدايه الموسم. الماتشات ماشيه ترتيبها عامل ازاي والمؤجلات بتحصل ازاي. تمام. ولما جه يرجعوا يلعبوا المؤجلات، انت بتلعب من الدور التاني قبل ما الدور الاول يخلص. بعدين انت يعني مثلا الزمالك بلعب المصري سيراميكا او سيراميكا والمصري وهلعب الاهلي بعد كده سيراميكا في حين مثلا الاهلي ده ما لعبش طلائع الجيش وفيوتشر وبيراميدز المنافس الدوري
واللي هو مرشح للدوري. يعني انت عمال طبعا الترزي عامر حسين بيفصل جدول دوري بحيث الاهلي يبدا يجمع نقط، ويبدا يقف على رجليه ويستعيد مثلا مستواه، يستعيد مصابين وي 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 قصة كل سنة بتحصل مع النادي الأهلي. شفت الدوري، شفت الماتشات، جدول ترتيب الماتشات، شفت الماتشات اللي لعبها الأهلي والماتشات اللي كان المفروض يلعبها ايه. في حوار مع سعد حفيظ مع احمد عفيفي كان بيتكلم، انتوا طول ما عمركم ما انتوا باصين للاهلي يا كابتن سيد، هو مش احنا بس اللي بنبص ليكم، انتوا نفسكم بتبصوا لنا احنا. انا بس هفكر كابتن سعد حفيظ في موسم المواسم لما كان مدير كوره في النادي الاهلي كان باصص للزمالك ازاي. سؤال يعني اللي هي طلب اتمنى ان الاتحاد المصري او لجنه الحكام في مصر تستعير كابتن علي الصبحي اللي حكم لقاء امبارح الامس في البطوله العربيه. اعتقد ان دي المباراه الوحيده اللي عدت لنادي الزمالك السنه دي بدون اخطاء او مؤثره، مش عايز اقول اخطاء تحكيميه، اخطاء مؤثره او من خلال او من غير ضربات جزاء. فاتمنى ان احنا يتم استعاره الحكم ده، على الاقل هنشوف مباراه من غير ضربات جزاء. الجزء الثاني السؤال المهم جدا اللي بيطرح نفسه، هو سؤال مش نقد عشان بس الناس ما تسخنش يعني هل في شك في قدرات جهاد جريشه ومحمود البنا كحكام؟ يعني واحد شارك في المونديال العالمي ككاس عالم واكبر بطوله على مستوى العالم اللي هو كابتن جهاد جريشه، ومحمود البنا في قدراته وامكانياته وشخصيته. وكمان انت اللي بتقول ان هو من الحكام الصفوه ومن الحكام المميزين جدا جدا على المستوى الافريقي كمان، من خلال مباريات حتى بيدير مباراه ديربي هناك في تونس، اقربها كانت الصفاقسي والترجي التونسي. هل يعقل ان محمود البنا في مشوار نادي الزمالك السنه دي كله ال 15 مباراه 13 دوري و2 كاس ما يحكمش ولا مباراه لنادي الزمالك خالص؟ هل يعقل ده؟ هل يعقل ان جهاد جريشه الراجل اللي جاي من كاس عالم يحكم مباراه واحده للزمالك يكون طرفها النجوم؟ طبعا النجوم على راسنا من فوق كاداره. كابتن سيد في ماتش من الماتشات من النادي الاهلي بعد الماتش بيتكلم اولا ان كان في حكم ماتش بين الزمالك والاتحاد في البطوله العربيه، كان حكم عراقي، بيقول لك يا ريت انا اشوف الحكم دوت يحكم للزمالك، ليه ما بتشوفش جهاد جريشه ومحمود البنا بيحكموا للزمالك. يعني انت بتختار لي الزمالك، انت باصص ليا، انت بتبص لي انا كمان. يعني انت انت بتقول لي احنا عايشين في قصه المؤامره واحنا بنبص للاهلي ومش عارف ايه، انت نفسك بصيت للزمالك وانت مدير كوره النادي الاهلي بصيت للزمالك، يبقى انت ما تعيش وفاهم ان احنا باصين لكم وانتوا مش باصين لنا. انت نفسك اهو اتكلمت على الزمالك وانت مدير كوره النادي الاهلي، يبقى طبيعي مثلا انا بتكلم على الاهلي، لازم اتكلم على الاهلي واللي بيحصل مع الاهلي واللي بيحصل معايا. انتوا قناه الاهلي عندكم كلها اصلا يوميا لازم اسم نادي الزمالك يتذكر عندكم، لازم اسم نادي الزمالك يتجاب في جمله عندكم في موجوده في قناه الاهلي. مين اللي بيتكلم عن مين ومين اللي حاطط مين في دماغه، مين اللي باصص لمين. انتوا اللي عايشين وهم ان احنا بنبص لكم وانتوا ما بتتكلموش علينا، وبتقولوا احنا عايشين في جو مؤامرات وجو ان احنا ان البلد والدنيا كلها جايه علينا. مش احنا اللي قلنا الكلام ده، ده انت عادل القيعي بنفسه اعترف بكده. نسمع عادل القيعي كان بيقول ايه. الفرصه دي بقى عشان اجيب من الاخر قوي، عشان اريح الناس برضو اللي عماله تقول نادي الدوله ونادي. هو نادي الدوله لما يكون نادي الشعب وله الاغلبيه، الدوله جزء من الشعب والشعب جزء من الدوله. دولة الشعب وشعب الدولة. هو ده المجتمع الصحي السليم، ان تكون الدوله جزء من الشعب وفي خدمته، وان يكون الشعب مقتنع مكون للدولة. وملتحم بدولته. صحيح. فالنادي الاهلي هو نادي الدوله ونادي الشعب ونادي امس ونادي اليوم ونادي غدا. قولوا اللي انتوا عايزينه، ها، وضيعوا وقتكم في الكلام والرغي، واحنا ما عندناش وقت نضيعه لان عندنا شغل. عادل القيعي بيقول لك اه يا عم انا نادي الدوله، الاهلي هو الدوله والدوله هو الاهلي. الشعبيه ومش عارف ايه بتخلي ان الشعب من الدوله والدوله من الشعب. فانتوا اللي بتعترفوا بنفسكم، انتوا يعني انتوا مركز القوه رقم واحد في مصر، محدش يقدر يجي جنبكم. وانت امبارح قلت انا الاقوى، وعفيف قال لك انا لو انا قوي ما اعرفش استغل النفوذ بتاعتي، يبقى انا معلش انا ما استحقهاش. فانتوا بتستمدوا قوتكم من الدوله، من الوزير، من اتحاد الكوره، من الحكام، من اه انتوا بتستغلوا الحاجات دي كلها لصالحكم.
حقكم. برضك من ضمن الممارات اللي بيتكلم عليها، احنا لما عفيف يكلموا في موضوع الوزير وشال مجلس الإدارة وشال ورجعه تاني ومش عارف ايه، واحنا برضك عايشين في جو الصعبانيات والمؤامرات والحوارات دي كلها. طبعا احنا المجالس عمالة تتشال وتيجي يعني زي السكينة في الحلاوة كده، انت شيل ده وحط ده، شيل ده وحط ده، لكن نادي الزمالك ده جاي نادي صغير كده بيفصلوه على مزاجهم. من ضمن الجو اللي عايشه نادي جمهور الزمالك او مسؤولين الزمالك او كل ما ينتمي للزمالك، جو المؤامرة. انا في نهائي افريقيا معاك في 2020، هبقى ارجع لك برضك بمناسبة ان انت بتتكلم على الماتشات اللي معاك في افريقيا. قبل النهائي ب 48 ساعة طلع خبر، قالوا إشاعة بحل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور. طبعا مفيش دخان من غير نار، طبيعي الكلام يوصل للعيبة فيحصل توتر، شوشرة بين اللعيبة، قلق. انت خلاص انت صدرت القلق لنادي الزمالك ان المجلس بتاعك هيتشال، وانتشر بقوة. طبعا غير مسحة الكورونا، غير مصطفى غربال والفار اللي واقف وتعطل وي 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 وي. انا مش هتكلم في كده، انا بتكلم على مجلس الاداره بتاعت الزمالك. وتاني يوم المباراة على طول وزير الشباب والرياضة الزملكاوي اللي انت بتقول تضارب مصالح، طبعا الحلقة كلها الناس سمعتها وبتتكلم عن تضارب مصالح، شال مرتضى منصور بحجة إهدار مرعام، مشاكل والنيابة، وفي فلوس وحوارات وفلوس رايحة وفلوس جاية، فلوس مش موجودة. وجابوا مجالس معينة واللعيبة مشيت وفلوس طلعت من النادي راحت فين جت منين. المهم الخزنة كلها فضيت، الرصيد بتاع نادي الزمالك كله فضي، اللعيبة مشيت، الفرقة اللي كانت اتكونت كلها فضيت. وبعد سنة كاملة اكتشفوا إن مجلس إدارة نادي الزمالك معلوش حاجة، ورجعوا المجلس بأكمله يكمل مدته. احنا عايشين في جو المؤامرة يا كابتن سيد، فعلا جمهور الزمالك عايش في جو المؤامرة. مجلس بيتشال، الإشاعة بتاعته تطلع قبل الماتش، يحصل توتر، يحصل قلق، تاني يوم الماتش بيتشال المجلس، بعد سنة بعد ما يتفرغ الفرقة والفلوس تروح هنا وتروح هنا، يرجع المجلس بأكمله لنادي الزمالك تاني. احنا عايشين في جو المؤامرة فعلا. تمام؟ من ضمن برضك جو المؤامرات اللي الزمالك عايشها، انت شفت الجدول بتاع السنة دي اللي اتعمل. انت ذكرت في الدوري من الدوريات، اللي هي انت بتقول ان الدوريات بتخلص شهر 9 وشهر 10 ومش عارف ايه، مين السبب في الدوريات بتخلص شهر 9 وشهر 10 كده؟ نجيب كده الدوري بتاع الكورونا ده اللي هو سنة 2020، دوري الكورونا بتاع 2020، دوري اتوقف، الدوريات كلها في مستوى العالم اتوقف في شهر 3 2020. طبعا احنا ما شاء الله الدوري المصري بتاعنا بانتظامه ومش عارف ايه ومؤجلاته، فانت ما شاء الله اصلا انت بتحتاج 3 سنين عشان تعرف تظبطه. فانت شهر 7 الاهلي فرق 20 بونت عن اقرب منافسين، كان فايلر ساعتها، كان عمرو الجناني ماسك اتحاد الكوره، باقي اكتر من دور بحاله في الدوري المصري. ايه مشكله ان انت تلغي الدوري الموسم ده؟ انت كان ساعتها مش عارف 41 دوري ولا 42 دوري، فانت بالدوري ده مش هيخليك بقى يديك قبلة الحياة، او ان انت يرجع لك قلبك تاني يشتغل الدوري دوت. 1/7 عايز تكمل دوري، ان انت خلاص انت قريب ان انت تكسبه. طب يا عم خلاص اتحاد الكوره يعلن ان الاهلي بطل الدوري في الموسم ده، ما انت محتاج يا عم خده، يا عم محتاج خده، مش مشكله، احنا مش هنعترض يا عم، خلاص احنا هنعترض على ايه؟ ما انت على طول اي حاجه بتعوزها بتاخدها. كنت تلغي الدوري دوت. الدوري ده طبعا خلص في شهر 11، ابن الدوري اللي بعديه ابدأ في شهر 12، تلاقي نفسك بتخلص في شهر 10، شهر مثلا في 9. كل موسم عمال تتأخر في إن أنت بتخلص الدوري بتاعك. طب إحنا متأخرين عن الدوريات التانية بالمواجهات اللي بتحصل، بسبب إيه؟ إن الأهلي كان عايز يكمل الدوري بتاع 2020 اللي هو بتاع الكورونا. تمام؟
ادي يا عم، احنا الزمالك عايش في جو المؤامره، الزمالك عايش في جو ان احنا لما بنعوز حاجه ما بتجيبناش، اللي انا بنعوز حاجه بتجيله، احنا عايشين الوهم. ادي ايه، بوضح لك بس يا كابتن سيد عشان انت عمال تتكلم تقول حاجات امبارح، بس انا حسيت ان احمد عفيفي كان متكتف شويه في الكلام امبارح. هو طبعا قال لك حاجه، انت قال لك على حاجات كنتش عارف ترد عليها. انت بترد ان انا القوي، انا الاقوى، انا مش عارف ايه. بس انا ايه، بجيب لك ايه حقائق اكتر. تيجي اتكلمنا على موضوع المباريات وتفصيل المباريات والتأجيلات وترحيل وجاب مراد مكان مباريات انت ذكرت الدوري بتاع 2018 2019 اللي الزمالك خد فيها الكونفدرالية، وعلى اخر مواسم 5 اسابيع ان الدنيا راحت للاهلي. طب انا هقول لك على حاجة في الموسم دوت. اللائحة كانت محطوطة في الموسم دوت ان مفيش استبدال في يناير. قفلت قائمتك، خلاص مالكش استبدال، ليك 2 3 لعيبه باقيين، هتكمل القائمه بتاعتك لغايه 30 لاعب. يجي اتحاد الكوره، كان في ساعتها اتحاد كوره جه جديد، كان في مجدي عبد الغني، كان في كابتن حازم امام بتاعنا بتاع الزمالك. مجدي عبد الغني كان حازم امام بره البلد، او حد تاني مش فاكر مين. خدوا عملوا اجتماع وخدوا قرار بفتح الاستبدال وتغيير اللائحه. انا برضك ساعتها بلوم على نادي الزمالك، كان يقدر ما يكملش الموسم استنادا ان انا في لائحه مضيت عليها في اول الموسم كنادي واتغيرت في نص الموسم. عملت استبدال، كنت اتعاقدت مع رمضان صبحي وحسين الشحات. بالاضافه ان انت كان في ماتشات في الدور الاولاني بين بيراميدز والاهلي، الزمالك والاهلي، بتلاقي مثلا جايب له طلع الجيش من اسبوع 13 يلعبوا مكان بيراميدز، بتلاقي مش عارف بيلعب بتروجيت مكان الزمالك، بتلاقي ماتشات يعني تفصيليه برضه. يا حماده انت عايز تلعب مع مين؟ ايه صحتك جايب على مين النهارده؟ وادي دجله، الداخليه، الحاجات دي كلها. خلاص يا عم خد الماتشات دي، كل ماتشات الزمالك وبيراميدز كلها اتاجلت للدور التاني. لما ستف اوراقه وجاب لعيبته وجاب الدنيا كلها. طبعا شفنا حسين شحات جيب 5 مليون دولار على رمضان صبحي اعاره مش عارف حوالي 2 مليون دولار او 2 مليون يورو. مبالغ خرافيه طبعا. برزنتيشن كان لها الفضل الاكبر في التعاقدات دي. واحنا كان ساعتها كان الزمالك ليه فلوس عند برزنتيشن، والاسماعيلي ليه فلوس، والناس كلها عماله كانت ترفع قضايا وهيهددوا بان انا فسخ التعاقد مع برزنتيشن، والفلوس كلها اتوجهت للنادي الاهلي مره واحده عشان الاهلي يعرف يجيب لعيبته. واحنا عايشين في جو المؤامره يا كابتن سيد. احنا باصين ان الاهلي عامل مؤامرات في البلد، واحنا غلطانين يا كابتن سيد. انا كان اتمنى ان مهندس احمد عفيفي في الحلقه يذكر له الحاجات اللي كانت بتحصل ديت، وهنشوف رد الكابتن سيد كان هيقول ايه. انت بتاخد فلوس البلد بتاعتي اللي انا ليا حق فيها، خدتها كلها وشربت بيها اشتريت بيها لعيبتك اللي انت كنت عايزها، زائد المؤجلات. انت في الموسم دوت، انت عارف اشوف كابتن عامر حسين عامل معايا ايه. الجدول لما رجعت جيت لعبت ايه، مثلا في بطوله افريقيا الكونفدراليه في المجموعات، الزمالك بيلعب نصر حسين ضاي يوم 13 2 2019. جميل. بعد كده بلعب في الدوري مع الزمالك وانبي يوم 17 2 2019، بعد ما رجعت من افريقيا، ما كنت بلعب في افريقيا يعني. يوم 20/2 بلاعب طلائع الجيش هنا في استاد الجيش في السويس. 20/2 يعني فرق ايه 48 ساعة من ماتش انبي. لعبت 2019 لعبت طلائع الجيش هنا في السويس. تمام. بعد كده بلعب مع الزمالك، بيلعب مع بترول اتلتيكو يوم 24/2 2019 في استاد القاهرة. من 13 ل 24 11 يوم لعبت فيهم 4 مباريات وانا بلعب في افريقيا يا كابتن سيد. نيجي بعد كده يوم 30/3 الزمالك بيلعب الأهلي في الدوري. 3/4 بيلعب سموحة في الدوري 2019 كل ده. بعد كده يوم 3/4 هسافر لحسين أكادير في المغرب في الدور الثمانية في الكونفدرالية يوم 7/4 2019. انت هنا بيتأجل لك ماتشات بال3 أسابيع. تمام. ازاي مفيش بطولة أفريقية الأهلي لعب فيها؟ لعب بين وهو طلع على أفريقيا ماتش قبلها ب4 أيام.
بلعب مع سموحه 3-4، بعد كده بسافر المغرب بلعب حسين الاكاديمي يوم 7-4. الانح بقى، الاهلي عمره ما بيرجع من افريقيا بيلعب على طول. بلاعب المصري في برج العرب يوم 11/4/2019. اهي حصلت مع الاهلي يا كابتن سيد، انت استاذ تواريخ. هات لي تاريخ الاهلي اللي عمل فيه الحركه دي، ان هو بيسافر في افريقيا ويرجع في الدوري المصري يلعب الماتشات ديت في مده قد كده. بعد بص بلاعب ايه المصري في بورسعيد يوم 11/4، وعندي ماتش العوده مع حسين الاكادير في استاد الجيش بالسويس من اسكندريه للسويس يوم 14/4 بالتواريخ. وخشوا شوفوا التواريخ على جوجل. 14/4/2019 مع حسين الاكادير. بتفرمني. عمر حسين بيفرم الزمالك، عمره ما يقدر يعملها مع الاهلي. 14/11 مع حسين اكادير في السويس. كان لعب يوم 18/4 مع الاسماعيلي في اسماعيليه. بالمناسبه من ضمن المؤامرات ان الزمالك بيروح يلعب في اسماعيليه وانت بتروحش تلعب في اسماعيليه. جمهور الزمالك عايش في المؤامرات، عايش في جو المؤامرات فعلا. انا بخش اسماعيليه وبلعب فيها وانت مفيش حاجه بينك وبين الاسماعيلي بيجي يلعبها في القاهره، بس لما تيجي تلعب في اسماعيليه بيوديك اسكندريه. احنا عايشين في جو المؤامرات يا كابتن سيد. بروح العب اسماعيلي يوم 18/4، فكان التاريخ اللي قبل كده 14/4 مع حسين اكادير في السويس، بعد كده 12/4 في اسماعيليه. بعد كده بلاعب بيراميدز في الدوري يوم 23/4/2019. بيراميدز دوت. بعديه ماتش مين بقى؟ الزمالك والنجم الساحلي في قبل النهائي كونفدرالية يوم 28/4/2019. الجدول ده لو اتحط الاهلي يا كابتن سيد، الاهلي هيسمح بنفسه يلعب الماتشات ديت وهو عنده ماتشات في افريقيا؟ استحالة. ده انت منتخب مصر ضيعوا عليه فرصة الصعود لكأس العالم عشان الأهلي. فضلوا مصلحة الأهلي على مصلحة منتخب مصر عشان الأهلي ياخد بطولة أفريقيا. نسمع كابتن حسام بدري قال إيه ونرد. من أخطائه أنه لم يستغل الأجندة الدولية للفيفا، وما طلب مباريات دولية ولا عسكر للفريق، وهذا أثر على الأداء. كنت بفضل ان في الاجنده دي يبقى في فتره راحه، لان وقتها الناس بس بتنسى، الناس بتنسى انا بقولها، ان في اجنده كان وقتها ان النادي الاهلي هيلعب بعدها على طول نهائي افريقيا، ان النادي الاهلي هيلعب بعدها على طول النادي الاهلي هيلعب بعدها على طول نهائي افريقيا. فمنين ان انا افكر في مصلحه فريق مصري، مش عاوز اقول طبعا انا كنت مدرب منتخب فريق مصري، وافكر في مصلحه الفريق ده على اساس ان هو ما يبقاش مرهق، ما تبقاش فيه اصابات. الاجنده ما كانتش هتفيدني، بل بالعكس كانت الاجنده هتزود الضغط على اللعيبه، هتزود الارهاق على اللعيبه، فبالتالي كانت هتبقى سلبيه اكتر. فيمكن انا كنت اما بتيجي وقت الاجنده كنت بستغلها في وقت ان انا احاول اريح اللعيبه اللي هي بتواجه اسوأ يعني موسمين من حيث الضغط ومن حيث المباريات ومن حيث كم المباريات. فكنت بحاول ان انا اساعد اللعيبه شويه. قال لك انا ما كنتش هستفاد بالاجنده الدوليه يا كابتن حسام. ازاي ما تستفادش بالاجنده الدوليه؟ انا لو لعبت ماتشين ثلاثه في الاجنده الدوليه في ال50 يوم اللي بتتكلم عليهم دولت، كنت حسنت التصنيف بتاعي، بقيت مركز اول. تمام. كنت هلعب التصنيف الثاني رقم 2 مركز تاني. كان هو عندي فرصه صعود اكتر من كده. ان انا رحت لعبت السنغال اقوى في منتخب افريقي في القاره ساعتها. انت ضيعت على مصر تحسين التصنيف بتاعها بسبب ان انت فضلت النادي الاهلي بتاعك اللي انت اعترفت بيه ان هو النادي الاهلي بتاعك، ناديك، على مصلحة منتخب مصر. لا شفنا حد من المسؤولين يتكلم، ولا حد دخل ولا حد قال، ولا ازاي منتخب مصر ضيع عليه فرصة زي ديت. ايه احنا عايشين في جو المؤامرة يا كابتن سيد. هل لو الزمالك عمل معاه الحركة ديت البلد كانت هتسكت؟ انتوا كنتوا هتسكتوا؟ مش هتسكتوا. ففعلا احنا عايشين في جو المؤامرات. جو المؤامرات ده اللي احنا بنتكلم عليه كلنا سمعنا. الحاج محمد عبد الوهاب، معرفش حاج ازاي، لما اعترف ان هم كانوا بيتدخلوا ويعملوا كباري للعيبه تطلع بره وترجع النادي الاهلي،
ان هو كان هيجيب جمال حمزه. نسمع الفيديو بتاع محمد باب الاول ونشوف. جمال حمزه طبعا. جمال حمزه كان كابتن محمد رمضان كان مدير كوره، وانا عرضت عليه جمال حمزه، كان بيلعب في نادي الزمالك. وكانت الفكره اللي عملناها ان هو كان جمال يروح، كنا جبت له عرض ونروح النمسا. كان ليه اصدقاء ساعتها في النمسا. راح معسكر المانيا تقريبا. كان ساعتها، لا ده بتكلم الكلام ده كان سنه 2000. انت بتتكلم مره الاولانيه. هو انت دايما كنت عامل كوبري موجود لاي لعيب عايز تخرجه وترجعه على الاهلي. شوف، ده النادي الاهلي انت عايز حد، والنبي لو مش بيت كوبري، لو هتبني جبل، انا النادي الاهلي عايزه خلاص. دي حاجه غريبه جدا بقى. انت قلت لي انا افتكرت لوحدي. كان في لعيب جامد جدا ملوش حل في نادي الزمالك اسمه ايمانويل، كان لعيب نيجيري. تفتكره ايمانويل؟ مونيكي؟ لعيب جامد جدا جدا. اللعيب ده كل ما ينزل فينا راح حاطط له جول ولا بتاع في النادي الاهلي. لا، ايمانويل كان بيلعب في كاس الالعاب الافريقيه في مصر. كانت بتنظمها مصر. ايوه، لا بقول لك كان بيلعب في نادي الزمالك. بيلعب في نادي الزمالك، كان مكسر الدنيا. تمام. ما كانش ليه حل بقى، ده نعمل ايه؟ جبنا له حد من بره، خده وديه المانيا. ما كان ساعتها كان لازم يمشي من نادي الزمالك، ما كان ينفعش يفضل نادي الزمالك. بقى عكنا على الاهلاويه، كل واحد يجيب فينا جون وبتاع، ما ينفعش. فكان لازم يطلع بره. يعني انت اللي طفشت ايمانويل؟ اول مره اقول الموضوع ده وما حدش عارفه. جبنا عروض يعني انت اللي اشتغلت بالظبط على ان الراجل ده يمشي. طبعا عشان ما حدش يعاكن الاهلاويه ما ينفعش يزعل. طب ما جبتوش؟ اذا هو كان هيجيب جمال حمزه، كان هيعمل له كوبري في النمسا، الناس ما عارف. اي لاعب كان عايزه كان بيعمل له كوبري. مشوا ايمانويل من الزمالك عشان ايمانويل كان بيعاكن على جمهور الزمالك، على جمهور الاهلي. اي حد يعاكن على جمهور الاهلي كانوا بيتخلصوا منه، عشان خاطر ما ينفعش حد يعاكن على جمهور الاهلي. يعني جمهور الاهلي ده تحس ان هم جايين من السماء واحنا من سبع ارض، جمهور الزمالك ده. وبرضك احنا عايشين في جو المؤامره. كابتن سيد اعتراف من عندكم من جواكم. اسمعك اعتراف تاني لشبع فضيل. حاجه مهندس عادل القيعي بدا يكلم مهندس نصر ابو الحسن، كان هو رئيس نادي الاسماعيلي ساعتها في الوقت ده. قال له ايه بقى؟ مفيش بقى، قال له باشمهندس شريف معانا ومش هيخرج مننا. خلاص. قال له كده؟ خلاص. في ساعتها طبعا تم على طول ان تقريبا الشيك بالمبلغ اتحول دايركت على طول في ساعتها. فعلا؟ والله العظيم. تاني يوم الصبح كان الموضوع خلصان. اتحاد الكوره كمان على فكره كان اخر يوم في القيد. اتفتح تقريبا الساعه 5 الفجر مثلا. فتح القيد الساعه 5 الفجر؟ والله 5 الفجر. هو في قيد بيتفتح الساعه 5 الفجر؟ فتح. قدرة ربنا. قدرة ربنا. كمل يا سيدي، كمل. قيد يعني الساعه 5 الفجر خلاص اليوم خلص. قدرة ربنا بقى. يتفتح يوم جديد وعلى قديم. ماشي يا سيدي كمل. قدرة ربنا هنقف عندها. حاجه غريبه. اخر يوم في القيد والاهلي بيخلص شريف فضيل من الاسماعيلي، واتحاد الكوره قفل الساعه 12 بالليل. القيد بيقفل 12 بالليل. وقادر زي ما بيقول شريف عبد الفضيل، الاتحاد الكوره فتح الساعه 4 الفجر عشان شريف عبد الفضيل يتأيد. واحنا عايشين في جو المؤامره، وفعلا احنا باصين للاهلي ان هو ماشي في سكته، ناجح في سكته. ناجح بيه يا كابتن سيد بالاسلوب اللي انتوا ماشيين بيه دوت. فانت يا كابتن سيد انت بتتكلم في حاجات ان احنا باصين لكم وانتوا مش باصين لنا. من ضمن الحاجات انتوا مش باصين لنا برضك، شوفوا الزمالك لما خد الدوري مع فيريرا، قناه الاهلي نفسها اتكلمت على ايه؟ احنا عايشين في جو المؤامرات، ان انتوا ما بتاخدوا البطوله، ان احنا بنبص التحكيم و طب شوف قناه الاهلي بعد ما الزمالك خد الدوري قالوا ايه؟ يمكن كنا بنتكلم عن 15 نقطه، ولكن ده كمان غير الاخطاء التحكيميه اللي حصلت في المباريات اللي النادي الاهلي فاز بيها كمان. هو ده للاسف زي ما بقول لك يا كابتن ايمن، هنقعد نقول اصل تقنيه الفار ناقصه، اصل الحكام ما اتدربوش بشكل كويس، اصل ده كله. لكن النهارده لما تيجي تبص على المباريات الاخرى بنفس الحكام اللي قاعده على الفار ونفس الحكام اللي في الملعب، بتشوف لما بيحصل خطا زي اللي بيحصل في مباراه الاهلي، حكم الفار بيستدعي حكم الملعب، لكن ده بنشوفه بتعمد مش موجود في مباراه الاهلي. ده موجود للاسف من اول مباراه. وزي ما بقول وهرجع واعيد وازيد، ده دوري موجه لنادي الزمالك. هنقولها يعني، اصل بنقولها بالارقام، بنقولها بالحالات اللي احنا بنعرضها، بنقولها ب 15 نقطه الحكام ولجنه الحكام ضيعوها من الاهلي واهدوا للزمالك 13 نقطه.
الماتشين اللي في الوحاد اللي في الدوري السنه دي كان بين الاهلي والزمالك، اتحط فيهم يا كابتن ناصر حكام دوليين، حكم ساحه وحكم ايه فار. النادي الاهلي فاز في مباراه، حتى المباراه الثانيه اللي كان النادي الاهلي فايز فيها حصل فيها تعادل وضيعوا نقطتين من الاهلي. دي الماتشين الوحاد اللي كانوا في بطوله الدوري، حكم فار في ملعب دولي وحكم على الفار دولي، اللي كان فيهم يعني زي ما بيقولوا صفوه الحكام في مصر. برضو النادي الاهلي ما يقدروش يخسروا فيه ماتشات، لكن بالشكل العام اللي احنا شايفينه من اول الدوري، لا دوري موجه اهو عادي يعني. اديك احنا خدنا الدوري، طلعته ان احنا الدوري بتاعنا باطل يا راجل. انا واخد 14 دوري وانت خد داخل في 45 ولا 46 دوري، وانا ال 14 دوري بتوعي كلهم حرام. يعني انا يعني حتى الدوري لما خدته رقم 14 بتقول لي انا خدته بمساعدات خارجيه، بتوجهات خارجيه، الناس عايزه توجه الدوري للزمالك. يا راجل انا معايا 14 دوري وانت معاك فوق ال 40 دوري. يعني يا ريت اتمنى ان التوجهات دي تجيلي معايا كل سنه عشان اعرف احصلك انا يعني. وفي الاخر برضك احنا اللي بنبص لكم وانتوا بتبصلناش. يعني كابتن سيد اتمنى ان انت تتفرج على الفيديو دوت وتشوف وترد ازاي هترد على الكلام ده. طبعا قلت ده اخر حاجه. انا هتكلم على حاجه هو اتكلم فيها على موضوع اللعيبه. بيسالوه انت اللعيبه لو راح من هنا لهنا الدنيا عادي ومفيش مشكله؟ قال له كابتن سيد، قال له بدل ما عقده انتهى تمام مفيش حاجه، ما عنديش مشكله. بصينا لما عبد الله السعيد عقده انتهى وراح للزمالك الدنيا اتقلبت ازاي، وانتوا عملتوا ايه وحاربتوا عبد الله السعيد ازاي. زائد ان انتوا لما عبد الله السعيد رجع لكم ومشيتوه، انتوا اللي مشيتوه، عاملين عليه حرب لغايه دلوقتي. ليه؟ مادام هو موضوع عادي يا كابتن سيد، ليه منظومه الاهلي كلها عامله حرب على عبد الله السعيد؟ ليه عامله حرب على رمضان صبحي لما ساب الاهلي ومشي؟ ليه عامله حرب على احمد فتحي وشريف اكرامي لما سابوا الاهلي ومشوا؟ انتوا بالنسبه لكم اللعيب اللي يمشي من عندكم، واتقالت من عادل القيعي اللعيب اللي يمشي من عندي ما يستاهلش اي دعم مني. ما ينفعش اللعيب يسيبكم ويمشي. انما لعيب، اي لاعب يسيب النادي اي نادي تاني ويجي لكم، انا الاهلي، انا الاقوى. وبرضه جمهور الزمالك عايش في جو المؤامرات. بمناسبة ان الاهلي في افريقيا كسب الزمالك 9 مرات، انا متفق معاك ان انت الاهلي كان في افريقيا قوي. 9 مرات دولت طبعا انت كابتن حسن حمدي لما مسك وكالة الاهرام الاعلان، واحمد عفيفي اسرت فيها واتكلم فيها. انتوا من اول 2004 طبعا فتحتوا القائمة من 25 ل 30، ففتحتوا باب الانتقالات. كانت اول مره يطبق باب الانتقالات في 2004 يناير 2004. كان الاهلي مخلص في ابو تريكه وحسن مصطفى واحمد رضوان الباك رايت بتاع القناه. فوجئنا ان الاهلي بيخلص 3 لعيبه وانت لسه بادئين فتح الانتقالات. كانت الفلوس كلها طبعا موجهه للنادي الاهلي زي ما احنا عارفين. انت كنت بتشتري كل لعيبه مصر. انا حتى الزمالك لو محتاج لعيب انت كنت بتدور الزمالك لو محتاجه، بيجي حد بيركنه عندك في الدكه. لعيب حسين بتاع بتروجيت دوت، على المهاجم احمد دروجبا بتاع المحل، عبد الحميد شمانه بتاع المحل، على اسامي كتير بقى. كل ما الزمالك يروح مثلا بيخلص تقوم انت جايبه وقعد عندك على الدكه. الزمالك ما بيبقاش قوي، اي لعيب في اي نادي مميز تجيبه وتحطه عندك في الدكه عشان انا الاقوى. كنت عامل منتخبين مصر عندك في الفريق. فطبيعي انا فرقه ما عنديش لعيبه، ما عنديش فلوس، امكانيات، كل الفلوس رايحه لك انت. ف طبيعي لما اقابلك انا بخسر منك في الدوري واخسر منك في افريقيا. العشريه السوداء بتاع نادي الزمالك، فانت التسعه اللي بتتكلم عليهم دولت انت واخدهم من اول 2005، من اخر 2004 لغايه 2015 لما بدأ الزمالك بدأ يفوق تاني. تمام. انت كنت مكتسح الزمالك في دوري وكاس وسوبر افريقي سوبر مصري وبطولة افريقيا. فطبيعي يعني تكسبني 9 مرات اللي بتتكلم عليهم دول طبيعي.
لما كانت اول مواجهه افريقيه بيني وبينك الكفتين متساويتين، انا كسبتك. وان شاء الله في السوبر الافريقي الجاي لما تبقى الكفتين متساويتين انا هكسبك ان شاء الله، الا بقى لو في تدخلات خارجيه يعني. طبعا انت بتتكلم على الرعايه والاكتر بطولات ومش عارف ايه. انا لغايه 2004 انا 5 ابطال دوري، رقم 1 في افريقيا، تمام. معايا 3 سوبر افريقي، 2 افريقيا اسيوي، 1 كاس الكؤوس. وبرضك لما وكاله الاهرام جت تدي عقد الرعايه ادت للاهلي 4 اضعاف اللي خدوا الزمالك. انت عديت ال 100 مليون عقد رعايه، وانا 25 مليون. انا 25 مليون، وبرضك احنا عايشين في جو المؤامره. الخلاصه ان الاهلي لو عايز حاجه هتتعمل له. الاهلي لو طلب حاجه هتعمل له. الاهلي لو مصلحته اتعارضت مع موقف ما في بطوله ما مش هياخدها، هيتغير له الموقف، هيتغير له الوضع. الاهلي قبل كده عمل انسحاب في اكتر من مره بسبب ان هو الوضع مش عاجبه رغم ان هو كان في السيستم الطبيعي اللي هو المفروض يمشي بيه. بتتغير له مواعيد، بتتأجل له ماتشات، بيطلع قرار امني الساعه 12 بالليل زي ماتش زي الاهلي وبيراميدز ان الماتش اتأجل، قرار امني مره واحده كده اهوت. الاهلي ما يروحش اسماعيليه، الاهلي ما يروحش المحله، الاستبدال يتفتح، القايمه تزيد ال كل ده واحنا الزمالك عايشين في جو المؤامره. اتمناها ان انا اتمنى بقى الاهلاويه بقى سيد حفيظ يسمعوا، واللي عنده حق الرد يرد، وبارقام وبادله بكل حاجه. انا بحيي مجلس اداره الزمالك، جمهور الزمالك كله وراكم، وصعدوا لاعلى المستويات، اعملوا ملف محترم، وصلوا للفيفا للكاس، وهاتوا بقى كل المجاملات الفجه اللي بتحصل لصالح نادي واحد في الدوري المصري، وان شاء الله قادم افضل لنادي الزمالك.